ليش تتحول اللثة إلى اللون الأسود؟ بعض الأحيان ممكن تظهر نقاط سوداء على اللثة، وشلون تتصرف إذا عندك هذه المشكلة؟ أول شي خلي الناس تستفاد، شارك المنشور وسوي لايك وكومنت، وتعال أشرح لك. لا تقلق، هذه حالة طبيعية جدا تسبب بها زيادة صبغة الميلانين في اللثة، تفرق من الشخص الأسمر للأبيض. وهذه الصبغة تطلع للطبقة الأولى من الجلد لما تتعرض لحرارة، زي فكرة لما تتشمس كثير مع الوقت يصير لونك أسمر. أما بداخل فمك فبتظهر بسبب المشروبات الساخنة، الحرارة الموجودة في الدخان وإلى ما ذلك. زي ما قلنا الموضوع مش خطير جدا، بس إذا لثتك تبان أثناء الابتسامة ممكن نشيلها لك كأطباء أسنان. كيف طبيب الأسنان يشيلها؟ يشيلها بعملية بسيطة جدا تحت بنج موضعي تخدير، يقوم بتقشيط هذه الطبقة هذا اللون، وبعدين تتعافى خلال أسبوعين. في لثة رقيقة وفي لثة سميكة. النوع السميك ممكن نسوي له هذه العملية، النوع الرقيق